السلام عليكم من جديد. رجعت معكم في الجزء الثالث من المعاناة ديالي مع الشلل او الشكر للتعليقات ديالكم، وفي نفس الوقت ما ننساش نشكر الناس اللي وقفوا معايا من طبيعة الحال. غادي نكمل معكم كما بديت معكم في الفيديو الاول. غادي نكمل معكم لي كومونتير ديالكم في الفيديو السابق اللي حطيت لكم هاد يومين. غادي نكمل معكم. بزاف هنايا اللي قالوا لي الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك. ما ننساش المدام آية، اختي عايشه من طبيعه الحال من الاصدقاء الاوفياء ديولي وعندي معها تواصل. وهنا غنوصلت معكم واحد الكومونتير اللي دار كما قلت لكم الانتباه ديالي هو ديال هاد السيد هذا. هاد السيد كتب لي مسكين: السلام عليكم لاله خديجه، لاله ولالك بنت النبي اخي العزيز، شكرا لك. الحمد لله اختي على سلامتك، الحمد لله اختي على سلامتك، ربي كبير. هاد الكلمه ما عرفتهاش، ها هي باش تقولوا انا ما عرفتهاش. المهم ان شاء الله بي ولا تجربي ولا هاد المرضى مرضتي منها، اللي نطي منها، جربتي اللي جاب الله ليك شكون. المهم ما فهمتش الكومنتير ديالك بزاف، انا ما كنعرفش نقرا بزاف. اخي ياسين ولا يونس بحال هكا. شكون اللي في جنبك، وشكون اللي عدوك، وشكون اللي صديقك بصديقك، هكا كتبتيها. اكيد خويا العزيز، من طبيعه الحال مني كنمرضوا من طبيعه الحال كيبان شكون العدو وشكون صديق، شكون الانسان اللي نعتمدوا عليه في الحياه وشكون الانسان اللي نحتاطوا منه وردوا منه البال. اللي بزاف ديال الكومونتير ديالك انت بالذات عجبني خويا يونس، ولا ياسين، ما عرفتش بالضبط. المهم ها هو الاسم ديالو. اخوان ها ما عرفتش مع الاشعه ما كيبانش لك. يونس العربي ولا العربي بحال هكا ياك. من طبيعه الحال الكومونتير ديالك انت الانتباه ديالي صديقي العزيز، لانه من طبيعه الحال كتعرفي ان شكون عدوك وشكون صديقك. ومن بزاف ديال المواقف اللي وقعوا ليا في ديك اللحظات ديال المرض ديالي هو انني انايا المرض ولي ستريس كانوا اثروا عليا بزاف لدرجه انني كاينين ناس اللي ما كنتش كنستحمل حتى انني نشوفهم. بزاف ديال الحوايج اللي كما قلتي تبتت ليا ان شكون العدو شكون صديق، منهم اقرب الناس اللي حبابي وقرابي ليا بزاف وما طلوش عليا حتى في سبيل الله. يعني نتوما عارفين الانسان من تيكون مريض وتيكون في واحد الظروف كيبغي اللي يزورو، كيبغي اللي يطلع عليه، كيبغي اللي يسول فيه، يبغي اللي غير طلع كافي. انا ما طلبتش منهم في ديك اللحظات او في ديك الوقت انهم يجيو يشقاو لي، ولا مثلا يجيو يصبنوا لي، ولا يجيو يدوشوا لي ولا شي حاجه. كنت تمنيت انهم غير يجيو على الاقل غير يطلعوا عليا، واخا ما انني ما عمرني صرفت فيهم شعار ولا شي حاجه. ومنهم ناس اللي للاسف اللي ما خسروش عليا حتى تليفون، ودابا حاليا مني كتكون عندهم شي حاجه كيبغيوني انا نسول فيهم وكيغضبوا وكيتفقعوا وكيبغيوني انا نسول فيهم، مثلا نبارك لهم ولا نقول لهم كي بقيتوا ولا داكشي. ولكن انا ما نسيتش داك العام اللي دوزت ديال العذاب، عام قد على قدو ما لقاوش واحد الدرهم ديال التليفون باش انهم يخسروا عليا، ودابا كيتفقعوا عليا. جبتي ليا هاد التعليق في الصميم لانني غادي نقول لهم ما تفقعوش عليا، راه اليوم عندي وغدا عندك، هذه غير دار الصابون. انا من النوع اللي ماشي كنحقد، وانما مؤخرا مع هاد المرضى اللي دزت منه وهاد التجربه اللي دزت منها خلاتني نكتشف المعادن ديال الناس اللي دايرين بيا. وبزاف ديال الناس اللي كنت كنعطيهم اكثر من الطاقه ديالي، كنت كنسمع عندهم شي حاجه كنمشي نجري، كنسمع شي حاجه كنهز التليفون الا ما قدرتش نمشي كنعيط. بزاف ديال الحوايج للاسف اللي هما تشفاو وبغاو هاد الحاله وجاتهم على القلب ديالهم وعجبهم الحال. ورغم انني انا ما تعذبتش بوحدي في هاد المرضى هادي، راه اللي عنده المريض هو اللي كيمرض اكثر منه، لدرجه ان كان ضرر على اكثريه بالخصوص ماديا ومعنويا على الزوج ديالي اللي كنشكره بزاف، التازي اللي وقف معايا مسكين.
وكان ضحى بزاف ديال الفلوس، انه راه ماشي ساهل كل نهار طبيب، وماشي ساهل كل نهار ترويض وترونسبور وجري هنا وجري هنا وجري هنا وجري هنا، راه ماشي ساهله. وما غنساش انه كان مسكين. واحد الموقف اللي ما تنساش ليا، رغم انني كان قبل انا وياه، راكم عارفين الزواج ضروري كيكونوا صراعات، كيكونوا مشاكل، كيكونوا حوايج، كتكوني مجوجه بالراجل في نفس الوقت ما كتكونيش عارفاه على حقيقته كيفاش دير. ولكن كما قلتي خويا يونس، العربي ولا العربي، من طبيعه الحال كتكتشفي المعادن ديال الناس كيفاش دايرين. من طبيعه الحال اكتشفت بزاف ديال الحوايج، بالخصوص من انه كان كيجي مسكين كيسمح في الخدمه ديالو بعض المرات، او كيطلب شي واحد يوقف له في الخدمه ديالو، وكيجي كيسلت، وكيجي باش انه يوكلني، كيشري الماكله من الزنقه وكيجي كيحط لي ديك الماكله قدامي ويفك لي الماء ويشوف وكرم الله وجوهكم يديني المرحاض وهذه ويرجع. بالخصوص النهار اللي ما كتجيش الام ديالي، اللي كنت الا ما جاتش الام ديالي كنبقى بالجوع. وكان كي مثلا الصباح كينوض باش انه يمشي للخدمه ديالو، كينوض كيعمر اتاي بالزربه، ورغم ان الطوموبيل ديال الخدمه غتجي باش دير الخدمه، وكيزرب مسكين ويعمر اتاي بجري بجري ووجد ليا، وهو كيلبس مثلا القميج وهو كيسد في الصديف وهو كيسخن لي في الخبز، وهو ماشي سهله. من طبيعه الحال خلاتني هذيك المرضى انني نكتشف الانسان اللي اختاريته، الانسان اللي كاين في الحياه ديالي. من طبيعه الحال هذه حاجه زوينه. وكانت الام ديالي اللي من طبيعه الحال لو ندير اللي درت ما عمرني غادي نوفي بالحق ديالها، لانها مسكينه تعذبات بزاف. بالخصوص ان الام ديالي ماشي في نفس المدينه اللي انا فيها، الام ديالي خارجه. الناس اللي كيعرفوا خريبكه راه كيعرفوا بنوار، وبنوار باش تركبي من بنوار، الناس اللي عارفين القريه ديال بنوار كتركب من القريه او الفيلاج ديال بونوار حتى لخريبكه، وكتنزل في خريبكه وعاد باش كتشد بتي طاكسي صغير لعدي لداري انايا. وربعه المرات في النهار يعني كتركب من بونوار تجي لخريبكه وتجي لعندي انايا لحي الزيتونه، وتركبت من عندي انا في العشيه، لانها ما كانش كتقدر تثبات لان الاب ديالي بوحدو في الدار، وكان واحد الدري خويا صغير. يعني كانت مضطره انها تمشي خصها طيب ليهم حتى هما ما ياكلوا. الا كانت مسكينه كتمشي في العشيه كتركب من عندي عاوتاني حتى المحطه، وكتعاود تركب مسكينه الفيلاج حتى هي ما غاديش ننسى. وعاد خلي مسكينه، راكم عارفين انا تقاليت، والانسان اللي تيكون مريض مشلل يعني راه كيتقال. شوفوا غير الانسان اللي تهرس يعني باش تهزيه ولا تحطيه صعيبه، ولا غير الانسان فاش كيكبر وكتبغي تحوليه من بلاصتو كيتقال. مع الساكه انسان بقاو فيه غير العظيمات، يعني ما بقاش فيه السفل باش انه يتحرك. وكانت مسكينه هكاك وكتهزني وتحطني في المانطه وتجرني باش تخرجني حتى للباب، باش ان يجي ترونسبور يديني للترويض او يديني مثلا للطبيب. ماشي سهله. فاش واحد شويه بديت كنتحسن كنت كنمشي هكا كنمرد على رجليا، هكا كنمرد غير بحال شي طريبيه كتحبو. وكانت مسكينه كتبقى خصها تبدل لي فاش كنمرد هكا في الدص، ولا مثلا كنخرج عند صاحب الترونسبور مثلا كنحبو، ولا بالحفه بتقيشراتي حفيانه وداكشي حقاش ما كنقدرش نلبس. واكثريه كنت غير كنحبو هكا كنمرد. يعني قبل ما ندير العكاكز وقبل ما نوض انني نوض من الكروسه نوقف، كانت صعيبه. وكانت الام ديالي اللي اكثر وحده تعذبت معايا في الدار ديالي، لان مسكينه كانت كتمشي وكتجي، وكانت انا واحد من النوع اللي فيا الوسواس بزاف، لانني كنت كنبغي ندوش. ومسكينه كضطر انها تهبطني من فوق ناموسيه وديرني في المانطه، لازم تحيد الفراش من الطس وتجرني مسكينه بديك المانطه حتى للدوش، وتدوش ليا وتعاود تحطني في ديك المانطه وتجرني حتى لبيتي، وتجي وتلبس تعاوني باش نلبس حويجاتي تلبسهم لي. ماشي سهله. وكما قلتي خويا يونس، من طبيعه الحال المواقف كتثبت لينا شكون اللي في جنبنا. وكاين موقف اللي وقع لي مع واحد الانسانه اللي ما غاديش نقول انا من العائلات، تقريبا شبه عائله بعيده، اللي كنت داني الاب ديالي والاخت ديالي هازيني هكذا بين يديهم وداوني. كنت عندي كونترول عند الطبيب وطلعوني للطبيب وهبطوني في الكروسه. وتخيلوا هذيك السيده بالطوموبيل ديالها كانت تما عندها شي غرض في السبيطار في نفس الكلينيك اللي انا فيه. وتخيلوا انا الاب ديالي مسكين هبطني بالكروسه وحطني قدام الباب، ورغم انها هي بالسياره ديالها وركبات وزادت وخلاتنا، ما قالتش حتى نوصلكم مثلا للدار او نديكم. هذاك النهار كان عندي انا واحد من عند الطبيب عطاني التحاليل كنت ماشي نديرهم. يعني حتى ديك المجامله ديال انه واش نديكم ما قالتهاش، وبقى هذا الموقف بين عينيا.
وبقات ديك السيده في البال، لان كما قلتي خويا العزيز الناس في المواقف كتبان. وخلاتني تما يعني، وزادت ركبت في طوموبيلتها وزادت، وخلاتني انا والاب ديالي والاخت ديالي بشقه النفس باش لقينا الترونسبور في كلينيك ديال حمروكات. الناس اللي كيعرفوا خريبكه وكيعرفوا حمروكات، كلينيك ديال الاخوين ولا سميتو اللي في حمروكات راه صعيب باش تلقى فيه الترونسبور تما، راه مع بعيد. وبقيت نهار كامل والشمس اكثر من شي ساعات المكانه ولا ساعه ونص، وحنا واقفين انا والاب ديالي والاخت ديالي باش لقينا الترونسبور. وبقات هاد اللقطه راسخه ليا في البال ديالي. من طبيعه الحال كتعرف عدوك وصديقك في المرض، من طبيعه الحال هذه حاجه بدون نقاش. التعليق اللي غادي نكمل معكم في هذا الفيديو هذا باش نسد هذا الموضوع لانه بزاف كيألم. الحمد لله على سلامتك. و نجيك يا بنتي تجربه. هاد التجربه مثلا باش نرد البال هذه خالتي فوزيه. المهم بالتوفيق في النجاح يا عمري هاد الشيء كله. وكما قلت لكم كاينين الناس اللي سميتو الحمد لله على سلامتك. هاد الاخ تا هو ما عرفت سميتو، راه سميت شوفوا الاخوه السميات اللي بالفرنسي راه ما كنعرفهمش هما. هاد الاخ شي حاجه اب ولا ابد ولا شي حاجه. استغفر الله. هاد الاخت بالضبط غادي نقول لكم وقيله 11 دقيقه دابا، راه ما تيبغي باش يتلاحوا لي الفيديوهات بشقه النفس باش كيتلاحوا. نكملوا في الفيديو، اخر فيديو غادي يكون واخر جزء غادي يكون. سمحوا لي نخليكم تلاقاو في الفيديو الماجي.